قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. ما معنى الثقلين؟ سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. طيب، هذا الثقل الأول. ما هو الثاني؟ قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بكساء، غطاهم بالكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحديث ثابت صحيح.